انا رايح اعزي، هدخل العزا احس ان انا قاعد في قهوه بلدي؟ ايه قله الذوق وقله الادب وقله الاحترام وايه التصرفات اللي الناس بقت بتعملها دي؟ انت قاعد في عزا، عزا ده يعني في حرمه للميت وفي تعمل حساب لاهل الميت اللي قاعدين يعني مكسورين على اللي ميت لهم، وتعمل حساب ان في قران شغال. قاعد يا بتدعي للميت يا بتترحم عليه، انما تقعد كل اتنين ماسكين ودن بعض وقاعدين هري والصوت بيعلى ومغطي على صوت الشيخ. ايه قله الذوق وقله الادب دي؟ اقسم بالله حاجه يعني الواحد مش قادر يوصفها ازاي، الواحد مش قادر يوصفها ازاي. وموضوع البوفيه اللي بيتعمل في العزا ده، الناس اللي قاعده اللي ما عندهاش ريحه الدم، اللي بيطلب شاي خفيف سكر زياده، واللي عايز قهوه مانو، واللي عايز ينسون احنا مش قاعدين في قهوه يا جماعه، اقسم بالله انتوا مش قاعدين في قهوه. عيب انت لو هتروح تعزي حد وهتقعد وهتعمل يعني تتعامل بالطريقه البشعه دي، ما تروحش تعزي بناقص من العزا بتاعك ده. وبعدين انا يعني انا بلوم كمان على اصحاب العزا. انت لما تلاقي حد مجموعه قاعدين وصوتهم بيعلى وبيتكلموا في مواضيع وفاتحين حوارات والكلام ده، احرجهم، احرجهم ومش قول له ما تجيش ومش عايزين العزا بتاعك، بناقص من وجودك في وسطنا. انت رايح تعزي الناس ولا رايح تقضي وقتك كانك قاعد في النادي ولا قاعد في قهوه؟ ولا ايه قله الادب وقله الذوق دي؟ يا ريت لو في شيخ محترم ولا في حد بيفهم في الدين يقول لنا او يرد على كلامي ده ويقول ان يعني احنا ازاي وصلنا لكده، وده ينفع ولا ما ينفعش؟ حد يرد عليا ويقول لي ده ينفع ولا ما ينفعش. هو ينفع انك تبقى قاعد في عزا وليه في حرمه ميت وفي ناس قاعده مكسوره وناس زعلانه وفي قران شغال وانت قاعد عمال تتكلم وتهري